بيتميز البحر الأحمر بتنوع الشعب المرجانية والكائنات البحرية اللي بتعيش في المناطق الضحلة والعميقة، وبيحتوي على أكتر من 1000 نوع من الأسماك و150 نوع من الشعب المرجانية، وتم تصنيفه من ضمن قائمة المحميات البيئية في العالم، واللي بيكون عددها 200 محمية. أهلا بيكم، إحنا قناة ميكس دوكيومنتري بالعربي، وموضوعنا النهاردة عن أشهر أنواع أسماك البحر الأحمر. بيختلف البحر الأحمر بموقعه المفتوح على كل من البحر الأبيض والمحيط الهندي، وبيكون عمق المياه فيه أكتر من 2000 متر، وقد اختلفت الدراسات والأبحاث في سبب تسميته بالبحر الأحمر. عاوزين تعرفوا ليه؟ خليكم معايا، هقول لكم كمان شوية. ونبدأ رحلتنا مع سمك الهامور. الهامور هو نوع من الأنواع الكتيرة من الأسماك اللي موجودة في البحر الأحمر، واللي بتتميز بفمها الكبير ووزنها التقيل ولونها اللي بيميل إلى الأخضر أو البني، مع قدرة بعض أنواعها على تغيير شكلها وألوانها حسب المكان اللي بتعيش فيه. وعلى الرغم من إنها أسماك رئيسية للصيد، بيتم تناولها كطعام، إلا إن عدد قليل من أنواع الهامور يحتوي على مواد سامة يمكن أن تسبب السيجواتيرا، وهو شكل نادر من أشكال التسمم المميت. وبيكون أكبر أنواع الهامور هو هامور جالوت، اللي بيصل طوله إلى 2.5 متر وبيبلغ وزنه نحو 455 كيلو جرام. عقرب البحر. عقرب البحر أو سمكة العقرب، أو كما يطلق عليها اسم الأسماك الصخرية، هي نوع من الأسماك البحرية الكتيرة اللي بتفضل تعيش في المياه المعتدلة والاستوائية، وبيطلق عليها اسم الأسماك الصخرية لأنها بتعيش عادة بين الصخور. السمكة دي بتكون مخادعة، بتغير لونها بما يتناسب مع محيطها، وبتظهر كقطعة من المرجان أو الصخور المغطاة بالرمال. وتمتلك الأسماك دي رؤوس كبيرة شوكية وزعانف قوية شوكية بتكون غالبا سامة، وممكن تسبب جروح عميقة ومؤلمة. وبيكون كتير من الأسماك دي باهت اللون، وبيوصل أقصى طول ليها نحو 100 سنتيمتر، وهي من الأسماك اللي بتسكن بهدوء في القاع. سمكة الببغاء هي من الأسماك اللي بتعيش في المياه الدافئة بين الشعب المرجانية. اتسمت السمكة دي بالاسم ده بسبب فمها القوي اللي بيشبه فم الببغاء. بتتواجد السمكة دي في البحر الأحمر والمحيط الهندي والمحيط الأطلسي، وموجود منها حوالي 80 أو 90 نوع حول العالم. الأسماك دي بيكون ليها قشور سميكة بتغطي جسمها، وبيتغير لونها على مدار حياتها. بيفرز جلدها مادة لزجة مخاطية مضادة للأكسدة بتساعدها على التئام جروحها والحفاظ عليها. وبعض الأبحاث أثبتت إن عمرها بيوصل من 20 ل 25 سنة. بتتغذى على الشعب المرجانية الميتة وعلى الطحالب اللي موجودة على الشعب المرجانية. وفي الليل بتكون الأسماك دي نوع من الغطاء الرقيق الشفاف يشبه الشرنقة، بيمنع انتشار ريحتها بين الأسماك علشان تحافظ على نفسها من الافتراس طول فترة النوم. سمك الشراع. تؤكد الكثير من المراجع العلمية إن سمكة أبو شراع من أسرع الأسماك، وبتوصل سرعتها إلى ما يقرب 110 كيلو متر في الساعة أثناء القفز، وبتتميز بطولها اللي بيوصل إلى 3 متر تقريباً، ووزنها حوالي 58 كيلو جرام. وسبب تسميتها بالاسم ده لأنها عندها على ظهرها زعنفة طويلة تشبه شراع المركب، بتتواجد في الأجزاء الدافئة والمعتدلة من محيطات العالم، وبيكون فكها العلوي أطول بكتير من فكها السفلي، وهو شبه الرمح، ولحمها ناشف جدا ومش بيتاكل. سمكة نابليون. سمكة نابليون هي سمكة ضخمة بتنمو لحد لما بيوصل طولها إلى 182 سنتيمتر. بتتميز بانتفاخ بارز وواضح على جبهتها، وبيعيش بعض أفراد النوع ده لأكتر من 30 سنة، وبتاكل فرائسها من بين الشعب المرجانية. سمكة نابليون واحدة من أغلى أسماك الشعب المرجانية الحية في العالم، وهي من الأسماك المهمة جدا لصحة الشعب المرجانية، لأنها بتاكل نجم البحر
وده بيحد من انتشاره وتجمعه، لأنه بيكون سبب مدمر للشعب المرجانية، والأسماك دي معرضة للخطر بسبب الصيد المستمر، لأنها طعام فاخر ذو قيمة كبيرة تحديداً في جنوب شرق آسيا. سمك الفراشة هي سمكة بتعيش بين الشعب المرجانية، ويوجد منها حوالي 115 فصيلة مختلفة. بتتميز بجسدها النحيل والطويل، وبيوصل طولها إلى 25 سنتيمتر، وبتمتلك معظمها خط أسود بين العينين. بتتغذى على الشعب المرجانية والطحالب. بعض الأنواع منها بيتميز بوجود خرطوم طويل بيساعدها على الوصول إلى الطعام في الشقوق الضيقة. بتبحث سمكة الفراشة عن الطعام خلال النهار، وفي الليل بتستريح بين الشعب المرجانية. سمك الصندوق هي عائلة من أسماك السباحة البطيئة اللي بتعيش في القاع. بتتميز أجسامهم بألوانها الزاهية على أشكال مختلفة من النقاط والخطوط. غالباً بيكون الذكور الناضجون ملونين أكتر من الإناث. بتتواجد بين الشعب الصخرية المرجانية والقيعان الرملية على أعماق كبيرة بتصل إلى 90 متر، وبيوصل نموها إلى 45 سنتيمتر. بعض الأنواع منها تسمى سمك البقر، لأنها ليها عمود فقري شبيه بالقرن فوق كل عين. بتتغذى على مجموعة من الكائنات الحية اللي بتعيش في القاع، زي الإسفنج والشعب المرجانية اللينة والطحالب. بتنتج بعض الأنواع سماً جلدياً يتم إطلاقه عند التعرض لإجهاد. لو وضعت في حوض مائي صغير مع أسماك أخرى ثم تعرضت للمضايقة، فإن سمكة الصندوق ستطلق السم، مما يؤدي إلى قتل كل الأسماك، وممكن هي نفسها تموت من السم. يمكن للبشر أن يأكلوا سمك الصندوق إذا تم تنظيفها بالطريقة الصحيحة، وهي تحتوي على قيمة غذائية عالية في منطقة البحر الكاريبي. ودلوقتي بقى نيجي لموضوع سبب تسمية البحر الأحمر بالاسم ده في عدة تفسيرات منها. التفسير الأول بيقول إن القدماء كانوا يعتمدون على الألوان في تحديد الاتجاهات الأربعة، وكان اللون الأحمر هو المشير على الاتجاه الجنوبي والأسود على الاتجاه الشمالي. التفسير الثاني بسبب سلاسل الجبال الحمراء القريبة من البحر. بس كده، دي كانت رحلة صغيرة عن البحر الأحمر وأشهر أنواع أسماك البحر الأحمر. يا رب أكون قدرت أشرح بشكل بسيط. في نهاية الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة من الزرار الأحمر اللي موجود أسفل الفيديو علشان يوصل لكم كل جديد، وأي حد عنده أفكار أو مقترحات يسيبها في التعليقات. دمتم بخير.